يلا بينا نعمل بروستد في البيت واقولك على الاسرار والتكات اللي انا عملتها وطلعت ناجحه معايا جدا. تعالى اقول لكم بقى على الطريقه. عندي هنا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وواحده ماجي انا فرقتها، وحطيت ورق لوري حطيت 2، وحطيت كان عندي روزماري حطيت 1، وحطيت معلقه هريسه كبيره انا كنت مخزناها، وضفت عليهم لبن. اللبن يا جماعة من الأسباب اللي بتخلي الفراخ إن هي تبقى جوسي وتستوي معانا بسرعة. أنا حطيت عندي هنا صدور فراخ كنت شايلة الصدر منها وسايبة الحتة الصغيرة اللي بتبقى موجودة، وعندي هنا دبابيس أنا قعدت أغزها كده علشان تستوي معانا بسرعة، ونقعتهم لمدة يوم كامل. طبعا الأفضل إن احنا ننقعهم عشان تدينا النتيجة الحلوة وتستوي معانا بسهولة. كده تمام خلاص، هحطها بقى في التلاجة لمدة يوم كامل. هعمل بقى كول سلو، انا بشرت جزراية صغيرة، وعندي هنا كرومبة اللي هي بتاعة السلطة بقطعها بالمخرطة علشان تقطعها حتت صغيرة زي بتاعة بره بالظبط. هنا عندي حوالي معلقتين عسل كبار، لو ما فيش عسل ممكن تحطوا معلقة سكر، وحطيت حوالي نص كوباية لبن وعليهم 4 معالق مايونيز، لو ممكن تجيبي اكياس ونوفر شوية، ونحط حوالي 4 اكياس، وحطيت معلقة خل، ممكن خل تفاح او خل من العادي، وحطيت بقى الكرنب والجزرة حطيتهم مع بعض وهسيبهم بقى في التلاجة. طبعا يستحسن ان احنا نعملها قبليها بساعتين علشان الكرنب والجزر يشربوا منها ويبقى طعمها زي بتاعت بره بالظبط. نحضر التغطية اللي هنعمل بيها الفراخ. انا عندي هنا كوباية دقيق حطيت عليهم بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وشطة وبقسماط من اللي هو الحار، وكان عندي شوية كريسبي كده كانوا باقيين عندي حطيتهم، وحوالي معلقتين نشا، وهنا كان في كورن فليكس برضو ضربته كده طحنته شوية وحطيتهم مع نفس الخليط. هنا بقى عندي الخطوة دي، بصوا يا جماعة، الفراخ انا طلعتها حطيتها في الدقيق الاول عفرتها بالدقيق، وعندي هنا طبق فيه مية ساقعة ومكعبات تلج، وبعد كده نزلت بالخليط وقعدت بقى انفض كده الفراخ كويس علشان تدينا التعريجة زي بتاعت بره بالظبط. الخطوة دي بجد بتفرق جدا. وعندي بقى هنا انا الزيت كنت مسخناه على نار عالية، واول ما حطيت الفراخ وطيت عليها، يعني بتحطيها ولا هي نار عالية ولا هي واطية خالص، وبسيبها بقى تستوي براحتها. هو كل جنب خد حوالي 10 دقايق، يعني كل جنب بسويه 10 دقايق واقلب على الناحية التانية يستوي 10 دقايق. بصوا بقى ما شاء الله، طلعتها بقى على شبكة علشان الزيت بتاعها بقية الزيت لو في زيت ينزل منها لحد ما يتصفى. بصوا بقى اللون بتاعها ما شاء الله جميل، عايزة اقول لكم بجد تحفة، وبصوا صوت القرمشة بتاعتها ومستوية وزي الفل. انا عايزة اقول لكم بجد احلى من بره، انا نويت ان انا مش هشتري من بره تاني من ساعة الطريقة دي، بجد تحفة ووفرت كتير. انا عايزة اقول لكم يعني اخر كام مرة بصراحة بدون ذكر اسماء اشتريت من حد يعني اسماء معروفة، وبجد يعني كانت الفراخ يعني سودة من جوه ومحروقة، والزيت عايزة اقول لكم كأنكم بتشربوا بجد مية نار. بصوا بقى، ما تعملوا في البيت حاجة بإيديكوا انتوا ونضيفة. انا حطيت بقى هنا كول سلو، وحطيت طبق كده فيه كاتشب، وعملت كايزر، يعني جو المطعم بالظبط واحلى كمان. وطبعا تشربوا بقى حاجة ساقعة كده جنبيها او عصير، هتنبسطوا جدا بيها. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي في التعليقات كده عملتوا ايه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك، وما تنسوش بقى تدعموني. وبصوا بقى انا هنا بقى قلت ما اوريكم برضو افتحها قدامكم علشان تشوفوا. بصوا بقى مستوية وزي الفل بجد جميلة، وبألف هنا.